نسوي انبوكسنج لطلبيات شيئا. انتم مستوعبين كمية الانبوكسنج؟ يلا خلونا نسوي. طبعا انا فتحت هذا البوكس وصلني قبل امس، وهذا وصلني لي. بسم الله. يلا المهم بسم الله. اتوقع هذه القطعة الوحيدة ملابس، تدرون الباقي كله مو ملابس. طبعا جالسة افكفك الاشياء عشان اصور لكم بسرعة وما اطول عليكم المقطع. طيب الحين بنحط المفرش وبوريكم المفرش اللي طلبته من شيء. على ما اخليه عاملة تحط المفرش وبوريكم الاشياء الثانية. شوفوا هذا المبخر طلبته من شيء. امانة قولوا لي ايش رايكم؟ روعة روعة خيال. طلبت هذه التحفة عشان تنحط كذا ديكور او على الكتب، مرة حلوة. طبعا انا سويت تطقيمة لغرفتي، بوريكم الشكل النهائي بعد ما ارتبها كامل. هذه من تطقيمة الشتاء. شوفوا طلبت الساعة هذه خيال، مرة ديكور حلو، احطها على طاولة السرير. طيب الحين ببدأ معكم تطقيم دورة المياه، الله يعزكم. اول شيء طلبت هذه للمناديل. طبعا هذه التطقيمة لدورة المياه الخاصة فيني أنا كنت سيلفر بس بغيرها للأسود، فطلبت هذه المراية. طلبت هذا المعطر سعنون كذا بريحة الليمون، بوريكم وش بسوي فيه بعدين. طلبت هذه بعد للصابون، بوريكم بعد كيف التطقيمة بتصير. وهذه أحط عليها الكوب. طلبت هذه الشمعات السنونة، صراحة ما لها أي ريحة بس شكل. إذا بتطلبون شمعة خيال اطلبوا هذه، ريحتها فواحة، من تفتحون العلبة تشمونها، قوية قوية مرة، حتى شكلها حلو، وريحتها بالفانيلا اللي أنا طلبتها. كوب السعوديين الشهير، طبعا طلبتها بس طلبتها بالحجم الأصغر هذا. وطلبت هذه هي اللي بحط عليها الأشياء في دورة المياه، الله يعزكم، عند المغسلة، بوريكم كيف شكل النهائي. طلبت هذه الشمعة خيال، مرة تجنن. بعد طلبت هذه للإكسسوارات، صراحة روعة. وطلبت ذولي بعد يجون 4 حبات. شوفوا حتى هذه طلبتها، تقدرون تستخدمونها للإكسسوارات، لدورات المياه، تحطون عليها الصابون، المناشف الصغيرة، أشياء مرة كثير تقدرون تستخدمونها فيه، أو تحطونها ديكور على الطاولات. شوفوا حتى هذا طلبتها من شيئا، صراحة مرة روعة. هذه طلبت منها 2 استخدمها زي كذا إذا أبغى، وبعدين إذا أبغى أغير مثلا تطقيمة دورة المياه، الله يكرمكم، تكون عندي حبتين منها. الكل يعرفني إني أعشق التوليبس. شوفوا هذا كنا طبيعي، خيال خيال خيال. الحمد لله بجيب توليبس بغرفتي ما يموت، صراحة مرة روعة. هذه صدق إنها شوي غالية بس إنها حلوة يعني. طلبت هذا المفرش أحطه على الطاولات لو أبي، أحطه على صواني الشاهي والقهوة، تكون تحت الفناجيل والكاسات. طلبت هذه الصينية خيال، روعة روعة، حلوة بعد، حقة شاهي وقهوة، حقة أشياء فطور، مرة حلوة صراحة، وكبيرة بعد، وسعرها روعة. طلبت هذه الفازة بعد، مرة روعة بس إنها صغيرة، توقعتها أكبر صراحة. هذه لتطقيمة غرفتي تطقيمتها أخضر، دورة المياه تطقيمتها أسود. طلبت هذه الفرشة للشعر، مرة حلوة كذا، تمس الشعر مرة لو تبغون تنسلك. شوفوا بعد هذه طلبت نفس اللي قبل شوي، اللي الخشب، بس هذه طلبتها سيلفر عشان تصير دورة المياه اللي تحت. شوفوا طلبت هذه الإكسسواراتي، صراحة خيال، خشب وبالنص بيج، نفس لون دولابي، مرة روعة. طلبت كل الأشكال حقتها عشان أقدر أقسم إكسسواراتي براحتي، يعني على حسب ما أنا أبغى. طلبت هذه الفازة، طبعا مسكتها زي كذا عشان ما تعكسني، بس هذه أعبيها موية وأحط فيها البوتس، عرفتوا؟ مرة حلوة بعد. هذه أزين فيها الأرفف، دورات المياه، الأشياء، أي شيء أنا أبغى. شوفوا هذه الفرشة طلبتها لدورة المياه، الله يكرمكم، مع تطقيمتي السوداء. طلبت هذه العلب، شيء سمول، شيء ميديوم، وشيء لارج، القهوة والهيل والأشياء اللي زي كذا، حسيت إنها مرة حلوة صراحة. طيب شوفوا وش اشتريت هذا إكليل الجبل. لينا ليش مشتري إكليل الجبل من شيء؟ أنا أعلمكم. هذا أصير أزين فيه الصواني، مثل حقة الشاي، حقة القهوة، لما أنا أحط شيء بالنص أحط هذه الأشياء فيه، عشان حرام ما أصير أستهلك النعمة، أجيبها طازجة وبعدين تخرب وأنا ما أبغاها. هذه لا، مجففة وخالصة، وأصير عادي أرجع أستخدمها كل مرة. طبعا مو للشرب ولا للأكل، بس أستخدمها كديكور. إذا أنتم تعرفون عزايمي تعرفون أنا وش أقصد، وإذا ما تعرفون تابعوني عشان تشوفون عزايمي كيف بتكون. طلبت حتى هذه حبات القرفة زي كذا عشان شكلها يجي واحد، يعني بعد ما أبغى أستخدم قرفة وأخربها حرام. طلبت هذا اليانسون النجمي والليمون المجفف. طبعا هذا كلها أشياء ديكور. هذه الأشياء المفرشي، حوستي حق السرير، بوريكم الشكل النهائي. وهذه الأشياء للأكواب زي كذا، حق طاولة طعام، حق تحطينها في دورة المياه، تحطين عليها الكوب وتغطينه بهذا، يعني عشان المضمضة وغيرها والأشياء هذه. وطلبت بعد هذه، عجبتني مرة، طلبت منها 2 بعد، يعني لو أبغى أغير بعدين بتطقيمات دورات المياه. طلبت هذا الورد منه لونين، هذا وأخضر، بوريكم كيف شكله على الأخضر بعد ما حطيته بالفازة. شوفوا يجي زي كذا، مرة حلو، عرفتوا؟ مو مليان بس إنه شكله كذا مرة كيوت. فطلبت منه لونين، هذا والأورنج، يعني شيء ربيعي شيء خريفي. وطلبت هذا السليبر بعد. طبعا كذا صار شكل المغسلة عندي. بالله وش رايكم؟ صراحة خيال، ترتيب 10 على 10، كل شيء أخذته من شيئا.
المسألة مو مسألة مكان، المسألة مسألة ذوق. وهنا حطيت زي كذا علبة المناديل، الكوب والمراوح. وهنا حطيت هذه التركسيمات مع الشمعة زي كذا. تحت حطيت سلة الملابس اللي صورتها لكم، وهنا الفرشة. صراحة التنسيق متناسق 100%، خيال. هذا شكل المفرش حقي مع المخدات كلها طلبتها من شيئا، حتى هذه القطعة صراحة أنا دخلت فايب الشتاء على طول. بس خلوني أوريكم طاولة السرير بعد. هنا حطيت هذا كلها أشياء شيئا، كلها أشياء شيئا. صراحة خيال مرة. دخلت الأخضر مع الذهبي زي كذا صار. وهنا حطيت هذه الأشياء، الكتب، وحطيت فوقها هذه وعلبة المناديل أكيد. طبعا هنا على طاولة المكتب حطيت هذه، عجبتني، حسيتها مرة حلوة، عطت شكل خيال. هنا عند التسريحة حطيت توليبات صراحة مرة عجبوني، وذولي بعبيهم وخليهم عند التسريحة بعد. هو جو 4، حطيت 2 في دورة المياه و2 بحطهم هنا. وفي شيء نزلته تحت دورة المياه اللي تحت، بنزل أوريك. بس شوفوا التوليبز والله كأنه طبيعي. بس شوي عاد بعبي مجوهراتي هنا، بنقلهم من القديم للجديد. إذا تبون أصور لكم مقاطع زي كذا اكتبوا لي بالكومنت وأبشروا. شوفوا كيف هذه الأشياء اللي حطيتها في دورة المياه اللي تحت. حتى هذه العلب كذا حطيت فيها غسول فم استخدام واحد للضيوف. هذه واحدة من دورات المياه بعد حطيت فيها هذا الطق. لو تبغون أصور لكم أي شيء أو أرقام اكتبوها لي بسناب، لأن صراحة هنا والله ما أقدر، مرة متعب علي. وبس كانت كل الأشياء هذه طلبتها من شيئا. قولوا لي إيش رأيكم، إيش أكثر شيء أعجبكم، وإيش تبغوني يعني أسوي طلبيات جديدة عادي ونصورها مع بعض. بس إيش تبغوني أصور لكم بالضبط. وبس والله اكتبوا لي رأيكم في كومنت، وباي.